السلام عليكم. إن شاء الله بعد 3 و4 أيام من الآن، وتحديدا يوم الاثنين المقبل، ستعقد الجمعية العمومية لمجلس إدارة الاتحاد العماني لكرة القدم اجتماع مهم جدا لمناقشة موضوع تقديم انتخابات مجلس الإدارة القادم 2025-2029. طبعا الجميع ينتظر وعلى أوبة الاستعداد لمعرفة من هو الذي سيخلف الشيخ سالم الوهيبي في رئاسة الاتحاد العماني لكرة القدم. هناك شخصيات حقيقة عديدة سأطرحها من خلال هذا الطرح ومن خلال هذا الفيديو لعدد من الشخصيات اللي من الممكن أن تكون تترشح، وقد تكون حقيقة من الأمنيات بالنسبة لي أن تكون موجودة في مجلس إدارة الاتحاد العماني لكرة القدم، وتحديدا على كرسي رئاسة اتحاد كرة القدم في الفترة المقبلة. أول هذه الشخصيات اللي أنا أقترحها حقيقة هو صاحب السمو السيد ملك بن شهاب بن طارق آل سعيد، أحد الشخصيات المحبوبة جدا وأحد الشخصيات البارزة في نادي السيب وفي الكرة العمانية. هناك أيضا لا ننسى صاحب السمو السيد فراس بن فاتك بن فهر بن تيمور آل سعيد، الذي يشغل اليوم منصب رئيس مجلس إدارة نادي السويق، وواحد من الأسماء المحبوبة كذلك في الكرة العمانية. لدينا كذلك لا ننسى الشيخ أحمد النعيمي، اللي هو رئيس مجلس إدارة نادي النهضة، من الأسماء الجميلة والرنانة في عالم الإدارة في الكرة العمانية. هناك أيضا الدكتور جاسم الشكيلي، الذي سبق أن تواجد كنائب رئيس في اتحاد كرة القدم، وسبق أن كان أيضا نائب رئيس اتحاد كأس الخليج في فترة من الفترات السابقة. يقال بأن الشيخ سعود الرواحي سيعود من بعيد لترأس مجلس إدارة الاتحاد العماني لكرة القدم، ولو أني أشك في ذلك، لكن يقال. هناك أيضا تبرز شخصية محسن البحراني، رجل الأعمال وواحد من الرؤساء الذين استطاعوا انتشال نادي العامرات خصوصا على مستوى كرة القدم الشاطئية. ولا ننسى كذلك في ظفار الشيخ علي الرواس، رئيس مجلس إدارة نادي ظفار سابقا، وأحد الشخصيات التي كانت لها بصمة واضحة في تطور الزعيم الظفاري في الماضي. وقد تكون هناك شخصيات أخرى قادمة لمجلس إدارة الاتحاد العماني لكرة القدم، وتحديدا في الرئاسة. لكن نحن كإعلاميين ونحن كمحبين للكرة العمانية وكرياضيين نتمنى حقيقة أن نرى شخصية تنهض بكرة القدم العمانية.